تجاوز الاتحاد هيشارك. ماشي، بغض النظر شارك أو لم يشارك، هو ملف حساس. والملفات هذه ترى ما تدار يعني بعاطفة مرتفعة أو بردة فعل سلبية. هذه الملفات تدار بحكمة وبهدوء بروية لصالح كرة القدم السعودية، بغض النظر عن اللاعب. نتكلم ما هو الشيء اللي في صالح كرة القدم السعودية، وموقفنا من خلاله يكون واضح وصريح. الرابطة أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي يمكن هذا بالنسبة لي أفضل يعني تحرك شفته من الرابطة بالرد على وسائل الإعلام الغربية اللي بالتأكيد فيها يمين ويسار وهمز ولمز يعني بأشياء كان لابد من الرد عليها في المكان المناسب. وين المكان المناسب؟ انك انت ترد عليهم في وسائلهم، وهذا اللي صار في ما يخص موضوع الرابطة. مشاركة رونالدو من عدمها يكون موجود يكمل يمشي، ما هي بهذه القضية مفروض تصير عندنا. القضية عندنا احنا انه نحل هذه المسألة سواء استمر اللاعب او ما استمر لصالح المشروع الرياضي بشكل عام، وليس لردة فعل او نكون احنا يعني مجرد ردة فعل لأي تصرف ممكن يصير في المستقبل. وين مصلحتي؟ هذا هو الأساس اللي من خلاله أتحرك. غير كذا حتكون مسألة فيها عاطفة أكثر مما هو الأمر يكون فيه عقلانية في حل مثل هذه الأزمات. في توتر في أزمة في لاعب اسمه رونالدو. نعم، في واحد اسمه رونالدو ولا يقارن بأي أحد. اللي يقول لك في مقارنة مع كريستيانو رونالدو، معليش قل له يعني اهدى شوي. فارق كبير. هذا الرجل له مكانة غير عادية في لاعبي كرة القدم على مستوى العالم. فمن الطبيعي أن يكون التعامل مع هذا الأمر يكون فيه مصلحتي رقم واحد، ورقم اثنين أنه أضمن نجاح المشروع الرياضي.